أن يكون متوافقا مع كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. في الحالات دي يعني مثلا أعطيك مثال. نعم. بالنسبة لتأخر الإنجاب ده له 3 حالات مش حالة واحدة. نعم. إما أن يكون هناك سقط، يعني الواحدة بتسقط، بتحمل حقيقة لكن بتسقط. هذه لها طريقة ورق الصدر لكن تختلف قليلا كما ذكر البعض حينما قرأتها، وطبقها الكثيرون طبعا. الحمد لله وكلها مفيدة كما ذكروا. بتجيب الورقة 7 ورقات صدر، الورق هذا يدق بين حجرين طاهرين، بعد ذلك يوضع في قدر ماء كبير، بعد ذلك يوضع على النار حتى يغلي غليانا شديدا وهو مغطى، بعد ذلك ننزله من على النار، ثم تضعه المرأة بين رجليها، تحطه كده ويلبس الثوب كده، ثم يتصاعد البخار. انت أذت عادت. فالبخار هذا له خاصية عظيمة جدا في أنه يقضي على الشيطان إذا كان ساكنا في مكان ما، ويقضي على أثر السحر في المنطقة هذه بأسرها، حتى إذا فتر الماء اغتسلت به. هذه واحدة. الثانية قالوا يأتي من 5 أنواع من شجر الفاكهة من كل نوع بورقة، وهذا جائز كما قال علماءنا إجماعا، يعني بيجيب ورقة من كل نوع، هذا الورق يضربه كما يضرب ورق السدر، ويستعمل الطريقة كما استعمل هذه. في ورقة ثانية، في طريقة ثانية ذكرها لنا يعني أئمة كثر، ونجاب تحقيقها على فكرة عندي. قال لك يجيب يعني من الموضع الذي هو فيه من البساتين ومن الزروع يعني حاجات من البساتين ومن الزروع، يعني ما يشبه الورد أو ما شابه ذلك، ويجيبه ويسمى بطريقة الورد والبساتين. يجيب الورد هذا سواء من الجبال أو سواء من الأرض الزراعية، وبعدين يضعه في الماء ويضعه على النار، يعني يغلي ببطء ثم ينزله حتى إذا فتر اغتسل به. قال لك عجيبة في هذا الأمر أيضا. آخر شيء فيها قال لك للتمكن، يعني قال لك يفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يجمع الكفين ويقرأ إخلاص المعوذتين بعد هذه الأمور كلها، ثم يمسح ما استطاع من جسده، وبخاصة أسفل البطن والظهر من الأسفل حتى القبل. نعم بإذن الله يبرأ بإذن الله. ودي طريقة. عندي طريقة ثانية بقى، تفضل يا شيخ، اللي هي إيه بقى؟ لما يكون هذا الشخص بقى ما فيش خلف وهم يقولوا له أنت سليم، هي سليمة، هذا إذا كان اختلاف قرائن يبقى الرقية شرعية، وبإذن الله تتكرر الأمر، يتم بإذن الله جل وعلا. ما تمش بهذا الأمر يبقى مش اختلاف قرائن فقط، لا، يبقى هذا سحر، أو سحر من قبل الجن، أو بطريقة تسليط بالضرب في الظهر أسفل الظهر، أو بالضرب في البويضة، أو بقتل الحيوان المنوي الذي يصل إلى المكان كما ذكر العلماء. هذه تفضل أنا معك. هذه يفعل لها طريقة ورق الصدر بالطريقة المذكورة التي ذكرتها. ثم الثانية ذكرها ابن القيم رحمه الله وغيره من أهل العلم في المسألة، إنه بيجيب حيث كان في موضعه، أي شيء في الموضع بتاعه، إن كان فيه نبات معين أو ما شابه ذلك، يجيب هذا الشيء اللي هو في نفس الأرض التي يعيش عليها قليل منه، ثم برضه يضعه في ماء فاتر، ثم يغتسل به، بإذن الله يزول. لكن عشان يتحيط ويضمن تماما سلامة البدن من السحر ومن الجن ومن الأمور دي كلها، عشان يتم الأمر بإذن الله جل وعلا، يجيب طبق ويكتب فيه المعوذتين كما هي في القرآن، يعني السورة كما هي في القرآن. كيف يكتبها؟ يعني ما يجيش يقول لي أنا بكتب حروف مقطعة وما شابه ذلك، زي ما هي. يجيب مثلا إيه، مثلا يعني شيء كده، يبل له خشبة، يبل من المسك أو الطيب أو الدهن، بسم الله الرحمن الرحيم، عادية خالص زي ما هي مكتوبة كاملة، يعني موصولة كما هي في المصحف. موصولة طبعا. نعم. قل أعوذ برب الفلق كاملة، تحتها قل أعوذ برب الناس كاملة. ثم يمحي ذلك بماء، ثم يمسح أسفل البطن وبين الفخذين، ثم يمسح أسفل الظهر بهذه الطريقة بإذن الله. طبعا يعني يتم الأمر بقوة. طب حضرتك قلت أنا محقق هذا الكلام. أين التحقيق؟ عندي، وجبته وخرجته حتى في ورقة معايا مثقلة، عشان لو حد سأل. أيوة، عشان بس نجيب على أخواننا ما يقولوش أنتوا جبتوا حاجات حاجات على فكرة لا أساس لها. أستطرد